والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلوات ربي عليك علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليك فاطمة الزهراء، صلوات ربي عليها والحسن والحسين، صلوات ربي عليهم زين العابدين، صلوات ربي عليه والأئمة المعصومين، صلوات ربي عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لما ورد سبي الفرس إلى المدينة رغبت جماعة من قريش في أن يتزوجوا بنات الملوك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هن لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن. فأشار جماعة إلى شهربان وهيهة بنت كسرى، وهي ذات حسن وجمال. فلما سبيت وجيء بها إلى المدينة أشرقت لها عذار المدينة، وأشرق المسجد بضوء وجهها. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد فخيرت وخوطبت من وراء حجاب والجمع حضور. وقيل لها: أيا كريمة قومها، من تختارين من خطابك، وهل أنت راضية بالبعل؟ فسكتت وما أبت. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سكوتها رضاها وبقي الاختيار. فأعادوا عليها القول بالتخيير، فأومأت بيدها للنور الساطع والشهاب اللامع الحسين بن علي صبط النبي محمد كأنها تعرفه وشاهدته في المنام، وحكت منامها لأمير المؤمنين عليه السلام. قالت: رأيت في النوم قبل ورود عسكر المسلمين أن النبي محمد دخل دارنا وقعد ومعه الحسين، وخطبني له وزوجني أبي منه. فلما أصبحت كان ذلك يؤثر في قلبي، وما كان لي فكر غير هذا. فلما كانت الليلة التالية رأيت فاطمة بنت النبي محمد قد أتتني وعرضت علي الإسلام، فأسلمت. ثم قالت: وسيقع الحرب بينكم وبين المسلمين، وأن الغلبة تكون للمسلمين، وأنك تصلين عن قريب إلى ابني الحسين سالمة لا يصيبك بسوء أحد. وكنت كما قالت ما مس يدي إنسان. قال لها أمير المؤمنين: ما اسمك؟ فقالت: شاهزنان. ثم التفت إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال: احفظها وأحسن إليها، فستلد لك خير أهل الأرض في زمانه بعدك. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. فتزوجها الإمام الحسين، فلم
تنقضي الأيام والليالي حتى حملت بالإمام علي السجاد. فلما حضرتها الولادة واكتملت العدة التي أرادها الله لها، وكانت تجد خفة في بدنها واتساع، ولم تجد ألما ولا وجعا، وبينما هي جالسة إذ أضاء البيت نورا وقد امتلأ من روائح الطيب، وإذا بها وضعت زين العابدين عليه السلام. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات ربي عليك علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليك فاطمة الزهراء، صلوات ربي عليها والحسن والحسين.